السلام عليكم. سكنات عدل الجزائر من أبرز برامج الدعم السكني التي تقدمها الحكومة الجزائرية لمواطنيها بهدف مساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود من الحصول على المسكن الملائم وبأسعار مخفضة ومتاحة لهم من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمعيشي. ويتم التقديم في هذا المشروع السكني بشكل إلكتروني، كما أن هناك مجموعة من الشروط والمعايير يجب توفرها في المستخدمين حتى لا يتعرض طلبهم للإقصاء أو الاستبعاد، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في هذا الفيديو. كما أوضحت وزارة السكن والعمران بالجزائر عن حالات التي يتم استبعادها من القبول في مشروع سكنة عدل 3 الجزائر، وهي كالتالي. إذن هي في حالة مغادرة المتقدم الجزائر والعيش خارجها فترة طويلة، في حالة الامتناع عن سداد الرسوم المقررة للحصول على الوحدات السكنية، أيضا إذا كان المتقدم لديه وحدة سكنية باسمه أو أراضي عقارية باهظة الثمن، إذا كان الدخل الشهري للمتقدم أكثر من 118 ألف دينار جزائري، يعني 18 مليون، في حالة استفادة من برامج دعم أخرى مقدمة من طرف الدولة، عند نقص الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم، في حالة تقديم معلومات زائفة ومضللة للحصول على وحدات سكنية، وكذلك إذا كان للمتقدم قدرات المالية لشراء وحدة سكنية خاصة.